بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. رمضان مبارك عليكم، ويا رب يجعله خير علينا جميعا يا رب. هنعمل مع بعض النهاردة الرز المعمر على البوتاجاز من فوق. هنسويه على البوتاجاز وهنديله وش بس في الفرن. طريقة سهلة وجميلة. وبيطلع معايا مفلفل، وشايفين شكله بيبقى حلو جدا. آه، مقاديره بسيطة وسهلة جدا، أي حد هيقدر يعمله. ولو ما عندكيش فرن ممكن عادي خالص تعمليه على البوتاجاز بس، ومش لازم تديله الوش، بس هو الوش ده هو اللي بيديله الشكل والطعم الجميل. عندي هنا ده لتر حليب أو لبن بخيره من عند اللبان، يعني في حدود 3 كوبايات لبن أو 3 كوبايات ونص. وعندي دي قطعة زبدة، زبدة اللي هي نيوزيلندي أو سمنة بلدي، على حسب ما انتي حابة. بس هي الزبدة برضو بتدي طعم وبتدي لون للبرام حلو جدا. عندي هنا اللبن هحط عليه رشة ملح وبقلبه، وبعدين بكون غسلت الرز بتاعي. عندي الرز في حدود 2 كوبايات رز مغسولين، ومش بنقعهم، بغسلهم بس كده. هنا حطيت كمان رشة فلفل اسود. ممكن تستغني لو منتش حابة الفلفل الاسود، ممكن تحطي فلفل ابيض، بس حاسة ان هو ما بيفرقش الفلفل الاسود عن الابيض لما بستخدم. هضيف الزبدة بتاعتي على اللبن، يا ريت لو اول مرة تزوروا قناتي او تشوفوا الفيديو وتشرفوني بزيارة القناة، تعملوا لايك للفيديو والاشتراك معايا في القناة عشان يوصل لكم اي جديد بنزله. بحط قطعتين 3 من الزبدة، يعني قطعتين كبار 3 كده، بقطعهم قطع صغيرة، وبحطها على الصينية بتاعت الرز المعمر بتاعي بالمنظر ده. آه، بقلبه شوية، وبعد كده هبتدي بقى اجيب الرز بتاعي. ده الرز اهوت. هبتدي بقى اغسل الرز بتاعي واحطه على اللبن. هو لو اللبن كمان يبقى سخن يبقى افضل بكتير، ما بياخدش وقت. انا هنا عامله البرام بتاعي او الرز المعمر بتاعي في صينيه. احنا ممكن نعمله في صينيه عادي او حله، مش هيفرق خالص. هبتدي بقى انزل بالرز بتاعي كده واقلبه في اللبن والزبدة مع اللبن والزبدة، واحطه على النار البوتاجاز.
واول ما يبتدي يغلي معايا على البوتاجاز غلوة بسيطة كده، بدخله تحت الشواية ياخد لون، وبسيبه بقى يكمل سوا على البوتاجاز، اغطيه واسيبه يكمل سوا على البوتاجاز. ده من فلفلاية، قطعة فلفلاية سمرة كبيرة شوية شلتها. بس كده ادي الرز بتاعي، آه، بقلبه كويس واسيبه بقى يتشرب على البوتاجاز، يغلي غلوة بس. بعد كده باخده تحت الشواية ياخد اللون فقط. زي ما احنا شايفين اهو ابتدى ياخد غلوة اهوت، يغلي اخده تحت الشواية يحمر الوش. بعد كده بسيبه تاني على البوتاجاز واغطيه واسيبه بقى يستوي براحته. هيطلع معايا احلى رز معمر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. زي ما احنا شايفين اهو، شكله جميل وبيبقى مفلفل وطعمه حلو جدا. يا رب تكون الطريقة بتاعتي عجبتكم. لو اول مرة تزوروا قناتي وعجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك على الفيديو واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. منحرمش منكم ابدا. ام رحمة.